بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الفل عليكم. يوم جديد من عدة شورنا البيضاء اهوت. تمام، انا لسه نازلة عندهم من شوية. طيب كل اللي انا عملته ايه؟ انا بقى ان شاء الله هبدأ انزل في الدور اللي تحت. تمام، لان انتوا شايفين المكان عامل ازاي عندهم. الفرخة مش مرتاحة وهي قاعدة. تمام، يعني الفرخة تحس ان هي قاعدة مش مرتاحة. النهاردة ان شاء الله العمر ال30 في عمر فراخنا. هنتكلم بقى النهارده، هيبقى حلقة مهمة جدا. بس قبل ما نخش في الفيديو، يلا لو انتي اول مرة بتشوفي القناة عندي ما تنسيش تشتركوا، ما تنسوش اللايك يا حبايبي للاستفادة عشان الكل يستفيد. تمام، يلا بقى تعالوا هنخش في الفيديو. هنشوف النهارده هنعمل خلطة حلوة جدا. هنتكلم في شوية حاجات علشان تزودي الوزن معاكي صح. هتكلم معاكوا في العمر ال30 دوت لازم هنعمل ايه للفرخة علشان ما تخسريش الفرخة معاكي. وهنتكلم بكل حاجة ان شاء الله بالتفصيل. طيب مبدئيا زي ما بقول لكم، اهم شيء في المرحله دي نبدا نوسع على الطيور. يعني ما ينفعش ان هو يفضل المكان ضيق عندهم كده باستمرار. الطيره مش هتكبر معايا، الطيره ما بتكبرش معايا غير كده وكده. زي ما بقول لكم احنا متقيدين شويه بموضوع البطاريه، ان هي ممكن بتعمل احتباس حراري شويه في الحر بحيث ان هي ضيقه. طيب انا اظبط الكلام ده ازاي؟ ان انا اوزع الفراخ، ما اخلي 4 فرخات في كل عين زي ما قلت لكم قبل كده، او 5 فرخات، او 5 فرخات كده في كل عين. المهم ان انا اظبط الدنيا. بدات ظبطت الدور اللي تحت. الدور اللي تحت طبعا ما كانش مهيأ خالص ان انا احط عليه حاجه. بدات ظبطت المواسير بتاعته واتاكدت ان مواسير الميه شغاله فيه. وبتجيلي اسئله بقى يا حبايبي عن الفرش التحضين والحاجات دي كلها. بصوا فرش التحضين اهوت يا حبايبي، بصوا فرش التحضين انا كنت قايله لكم قبل كده عليه اهو. بصوا ده فرش التحضين بتاع العمر الصغير، انما الاسمر ده بتاع العمر الكبير. ده اللي انا ايه، دي الدرجه التانية دي اللي انا هاخدها اهي، عشان انت برضو لو رايحه تشتري ولا حاجه او محتاجه. اهو ده فرش التحضين في العمر الصغير، ودوت في العمر الكبير بنبدا نحط ايه، بنحط ده. فانا هبدا هاخد ده كده معاكم برضو اهوت. هبدا كده هقصه لاني انا محتاجه اخد الفروشات دي علشان ان شاء الله البطاريه الجديده اللي انا عملتها. اللي ما شافهاش يلا يروح يشوفها. هبقى اسيب لكم برضو الايه اللينك بتاعها، بحيث ان شاء الله هنبدا نجيب فيها الطيور اهوت زي ما انتم شايفين اهو. هبدا بقى ان انا ايه، انا محتاجه زي ما بقول لكم اللي هو ده. هبدا كده ان انا ايه، اخد اللي هو الفرش العمر الكبير ده. تمام يا حبايبي، وقصيت حته كده اهوت منها. خدي بالك عشان هي جامده قوي، يعني هي جامده قوي لما تيجي تقصي منها. المهم ان انا خدت ايه الجزء وقست ايه وظبطت الدنيا اهوت تحت زي ما انتم شايفين. بدات ايه، فرشتها تحت كمان اهو. تمام، هبدا بقى زي ما بقول لكم احنا كنا جايبين 15 فرخ معانا. هبدا هاخد 5 وهبدا هحطه في الايه تحت. طيب انا مش هحط نور، لا مش هحط نور، انا هستكفى بالنور اللي ايه اللي في الاوضه وخلاص. مش انا كده كده اصلا موفره مشغله اللمض الموفره ليهم، فمش هحتاج ان انا بقى احط ايه، يعني الاوضه منوره. هبدا بقى ان انا ابدا اخد 5 منهم وهبدا ايه هحطهم ايه تحت اهوت يا حبايبي. وزي ما انتم شايفين بدات اوزع في كل عين 5. شايفين الوضع عامل ازاي؟ انا حاسه كده ان الفراخ بدات تبقى مرتاحه. تمام، وحطيت برضو تحت ايه، حطيت تحت 5 كده. بس الصراحه الدور اللي تحت ده مش عاجبني لانه واطي. يعني انا لما جيت احط الدرج بتاع السبله لقيته واطي كده مش حلو. يعني المفروض ان انا هنضف الصبح وبالليل ليهم علشان رجلهم ما تطولش الايه السبله في الدور اللي تحت. انما الاولاني والتاني الوضع تمام عندهم، انما اللي تحت ده حاسه ان الدرج واطي عليهم. فمش مشكله خالص، يعني عادي خالص ايه برضو كده ايه ان انا هبدا هنضف لهم. تمام، يبقى احنا كده اهوت وزعنا تحت 5 وفوق 5 وهنا 5. يبقى من اهم حاجه هنعملها في العمر الشهر هنبدأ نوسع عليهم، لأن المرحلة دي أهم مرحلة. بيبدأ الفرخ يفرد معاكي. ديت بتعتبر فترة تحول. دايما بنقول في عمر الشهر الفرخ بيبقى يوم وبيومين وب3 كمان. بتبدأي بقت فرخة معاكي شكلها حلو، بتبدأ تتغير معاكي وبتبدأ تزيد في الوزن معاكي كتير. هتضيقي مش هتاخدي الوزن، هتوسعي شوية كده بالمعقول هتاخدي وزن حلو.
والوضع تمام. طيب المفروض بقى ان انا النهارده ان شاء الله هعمل لهم خلطه حلوه جدا. انا كنت ببدا معاهم في الخلطه دي من العمر ال25. الخلطه دي هتزود معاكي الوزن، الخلطه دي هتعلي البروتين كده معاكي في العلف. الخلطه ديت برضو ليها معايير ان انت هتحطيها مظبوطه عشان ما تجيبش اسهالات معاكي. تمام تمام يا حبايبي. اهوت خلطه ايه بقى النهارده ان شاء الله اللي احنا هنبدا نعملها. بصوا يا حبايبي اهو، انا كنت وريتكم قبل كده ده ايه بقى اهو، دي كده اهي واضحه اهي. ده الفول الصويا، ده الفول الصويا بتاع الطيور. تمام، ده الفول الصويا بتاع الطيور اهو، يا رب يبقى واضح اهو، بيبقى شكله كده. تمام، دوت الكيلو وربع ب10 جنيه، الكيلو وربع ب10 جنيه. مش فول الصويا بتاع الاكل بتاع الطيور يا حبايبي، علشان تبقي انت شايفه وعارفه شكله اهو. تمام، بيبقى شكله كده. طيب الفول الصويا ده هبدا ان شاء الله ان انا احط لهم فول صويا. لو انت عندك بقى الوزن ضعيف شويه، ابداي من العمر ال25 يوم حطي فول الصويا. بس كيلو الفول الصويا بنبدا نحطه على 8 كيلو علف، ومش يوميا يا حبايبي. مش هتحطي الكلام ده كل يوم، الكلام ده هتحطيه مثلا يوم ويوم، كلام من ده. طيب انا هحطه ازاي؟ انا هوريكم دلوقتي. هبدا دلوقتي احط ليهم الاكل، وكمان هعمل لهم خلطه رافع مناعه، والخلطه دي لازم تعمليها من العمر ال30 برضو ليهم، وهقولك ليه لازم تعمليها اهوت يا حبايبي. بصوا هبدا بقى ان انا ايه، هحط الاكل كده، هزود الاكل ليهم اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تمام، اهو هبدا بقى هحط فول الصويا، وهقول لكم انا هحطه ازاي. يعني مثلا انا هحط معلقه واحده بس فول صويا. تمام، هحط معلقه كبيره كده اهو. تمام، فول صويا على الاكل كده. ليه بقى برشرش فوق كده؟ عشان هما اول حاجه يبداوا ياكلوها الفول الصويا. شايفين اهو بياكلوا اهو اهو. طيب ايه بقى خلطه النهارده كمان؟ بس هنزود الاكل بقى كله، لانه بصوا هعمل كل الكلام كده وهرجع لكم. تمام اهو فول الصويا اهو. هبدا برضو ان انا ايه، هحطه للي تحت كده اهو. تمام، وهبدا برضو هحط للي تحت خالص زي ما انتوا شايفين. كله هو بدا بياكل اهو. تمام، طيب خلطه بقى ايه النهارده اللي انا هحطها لهم كده على الاكل؟ ولازم تعملي الخلطه دي من بعد الشهر، اللي هو ده يا حبايبي. بصوا اللي هو خلطة البصل والثوم والكزبرة او الكمون. تمام، ليه بقى؟ لان الفرخ في الوقت ده بيحتاج رافع مناعة. الفرخ في الوقت دوت بيبقى محتاج رافع مناعة. الناس اللي بتقول ان الفراخ بتيجي بعد الشهر وبتموت، اعملي خلطة البصل والثوم. لو في شوية برد اعصري على الكلام ده نص ليمونة، لو في شوية برد اعصري نص ليمونة. هبدأ كده هقدمها لهم برضو معاكم اهوت. لازم تعمليها من بعد الشهر ديت بقى. بتنضف بطنهم لو في اي حاجة اهو، لو في اي حاجة بتنضف بطنهم معاكي، بتخلي طعم الفرخ معاكي مسكر. الناس برضو اللي بتشتكي ان الفراخ لما بتذبحها طعمها مش بيبقى عاجبها، اعملي خلطة البصل والثوم دي ليهم. تمام، اعتمديها معاكي كده على طول اهوت. خلاص حطينا الاكل وحطينا الميه ليهم. الميه انا هحط الخل ليهم. زي ما قلت لكم انا مش عندي امكانيه ان انا اعمل اي وصفات، بس انتي ممكن تاخدي ميه البصل وتبداي تحطيها لهم ايه، في السقايه جوه كده، وتبداي تحطها لهم يشربوا منها. تمام، بس انا هحط كده ليهم خل. طيب يبقى خلصت الكلام النهارده يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم. لو انتي مضيقه على فراخك وسعي درجات الحراره، ظبطيها. خلطه البصل والثوم اساسي معاكي من بعد الشهر، وخاصه ان انتي برضو لو هتنقلي فراخ زي كده كان لازم اعمل لهم خلطه الثوم والبصل، لاني انا برضو خدتهم من مكان من مكان معين، حطيتهم في مكان معين برضو اهوت. الفول الصويا اساسي معاكي حلو جدا، هيزود معاكي الوزن. هتلاحظي ان شاء الله فرق كده في طيورك. في خلطه تانية هنعملها كمان بس ان شاء الله قبل الذبح باسبوع، هعملها لكم برضو كده. هما كده النهارده عمر الشهر، بكره هتبقى حلقه مهمه شويه. هنوزن الفرخ معانا وهنشوف الاوزان ايه، وهقول لكم هل ينفع هنذبح منهم ولا هنعمل ايه. استنوا ان شاء الله حلقه بكره بخلطه جديده. ودي كانت حلقه النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.